كان فاكر ان النجاح لازم يكون كبير، لازم يغير حياته كلها، يخليه نجم يبهر كل اللي حواليه. بس اللي حصل كان عكس كده تماما. كان بيحاول كل يوم يكتب فكرة، يسمع بودكاست، يراجع نفسه. وفي يوم جاله تعليق من شخص ما يعرفوش، كاتب له رسالة بيقول له: الكلام اللي انت قلته أثر فيا جدا. هي جملة بس وقعها خلاه يسكت شوية كده ويبتسم. أنا أثرت في حد، ده معناه إن أنا مش تايه. أنا كنت ماشي ببطء لكن ماشي صح. كل خطوة صغيرة بتاخدها في حياتك هي عبارة عن بذرة. محدش بيشوف الزرع وهو بينبت لسه تحت الأرض، لكن لما البذرة دي بتطلع بتفتكر إن أنت قد إيه كنت قريب إن أنت تستسلم. ما تستهونش بالحاجات الصغيرة اللي أنت بتعملها وبتمارسها في عملك أو في شغلك أو في حياتك كل يوم. سجل الحاجات دي حتى لو كانت في نظرك تافهة. افرح لما تكتب فكرة. مش قادر اقول لك بالظبط انت ممكن تعمل ايه لنفسك او تكافئ نفسك بايه لما تلتزم بحاجه انت بتعملها كل يوم، ولكن انت دايما بتكون مستني من اي شخص بتعمل له اي عمل ان هو يكافئك. فانت اولى بنفسك، كافئ نفسك لما تعمل اي عمل انت مخطط له. انت مش محتاج تبهر الناس، انت محتاج بس تصدق ان انت بدأت. اللي معانا في القصه دي لقى دليل بسيط ومشي عليه. وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ فين أول دليل ممكن تاخده على إنك ماشي في الطريق الصح؟ دور عليه وهتلاقيه مستنيك بهدوء. وبس كده، سلام.